من بعد تجارب كتيرة جدا في بلح الشام اقدر اقول لكم ان دي الوصفة الانجح والاظبط واللي 100% نفس بتاع المحلات بالظبط، المقرمش من بره وطري ولذيذ من جوه. النهارده هنعمله مع بعض بكل تكاته. قبل ما بحضر بلح الشام بحوالي ساعتين او 3 بحضر الشربات اللي بيكون تقيل وبارد وبيكون عبارة عن كيلو من السكر، بضيف عليه نص لتر من المية وبرفعهم على النار. لما بيغلي بضيف عليه عصرة الليمون والفانيليا. والعجينة بلح الشام بضيف كوبايتين ونص من المية وعليهم تلتين كوباية من الزيت، وبضيف عليهم كمان معلقة من السكر ورشة من الملح، هي تقريبا ربع معلقة صغيرة، وبرفعهم على النار. بعد كده خليط الدقيق والنشا، بضيف 4 كوبايات من الدقيق وعليهم 3 معالق من النشا ورشة ملح وبرفعهم على النار. وابتدي ان انا اقلب. في الخطوة دي لما بضيف الدقيق ببتدي ان انا اشيله من على النار علشان اقدر ان انا اقلب. بعد كده برجعه على النار تاني وبفضل ان انا اقلبه لغاية ما بتأكد ان الدقيق كله استوى في العجينة بتاعتي. بعد كده لازم نبرد العجينة علشان نقدر نضيف عليها البيض. انا بردتها في العجان، تقدروا تفردوها على طبق او صينيه او حتى بالمضرب اليدوي. وببتدي ان انا اضيف البيض بيضه بيضه لغايه ما تختفي، وابتدي ان انا اضيف اللي بعده وبستمر في التقليب لغايه ما بوصل للقوام ده. ابتدي ان انا انقله على كيس الحلواني، وطبعا بيفضل ان نستخدم الكيس القماش علشان بلح الشام عجينته تقيله، واستخدم معاه قمع بلح الشام. وهنا الزيت بيكون بارد، ببتدي ان انا احط المقص في الزيت وابتدي ان انا اقطع لغايه الطول اللي انا حباه، وبنرفعه على النار بعدها ومش بنقلب فيه ولا اي حاجه لغايه ما بنتاكد ان هو نشف من كل الجوانب. هنا نقدر ان احنا نقلبه لغايه ما بنوصل للون الذهبي ده. نقدر ان احنا نرفعه من الزيت ونبتدي ان انا ننزله في الشربات بتاعنا. وباكد تاني يا جماعه ان الشربات لازم يكون تقيل وبارد علشان نقدر نستخدم فيه بلح الشام ويفضل مقرمش، وده قوام الشربات المطلوب علشان نقدر ننزل فيه بلح الشام. وطبعا المده اللي بيفضل فيها بلح الشام جوه الشربات على حسب رغبتكم. انا سبته حوالي 4 دقائق. بعد كده بنطلع بلح الشام من الشربات، بننزله على مصفى علشان نقدر نصفيه من كل الشربات الزياده فيه. دي انا متاكده 100% انها هتعجبكم وهتطلع تحفه جدا، وهتعتمدوها كمان لوصفات رمضان. جربوها وقولوا لي ايه رايكم، وكل اللي يجربها يعني يبعت لي الصور بتاعته، وهنزل الصور بتاعتها في الفيديو اللي جاي.